قريب باذن الله. مصر قريب ومش هنسيبك يا سيدي، مش هنسيبك تقتل في ولادنا. ما يسناش ومكملين ان شاء الله. كملي لحد امتى؟ لحد ما يجي الشرعيه ترجع تاني. في امل ان هو الانقلاب يكمل؟ مستحيل. مفيش انقلاب هيكمل في ظل هذا الوضع، وفي ظل ان الناس تفضل صاحيه تفضل تنزل متواصل. مستحيل يكمل، مستحيل بالحسابات في الورقه والقلم. في امل في النصر طبعا 100%. طبعا هو الامل موجود طول ما هي الناس في الشارع، طول ما هي الناس ثابته على مطالبها وعلى مبادئها. ان شاء الله مكملين وفي امل باذن الله. ان شاء الله في امل، ولو هنفضل طول حياتنا كفايه ان احنا ماشيين في طريق صح يعني. ان شاء الله يعني هو الانقلاب فشل بالفعل، يعني كفايه الناس اللي بتنزل دي كلها كل يوم مستمرين رغم الضرب. كل مره ننزل نضرب بلطجيه وشرطه وجيش بيموت فينا وفي اخواتنا وبرضه مش ساكتين. ان شاء الله هنكمل لما ناخد بلدنا تاني ان شاء الله، لان لو سكتنا يبقى يعوض علينا ربنا، يبقى نشوف دوله تانيه نعيش فيها بقى. رغم من طول المده، بس ان شاء الله احنا متفائلين ومكملين حتى انهاء هذا الانقلاب الفاشل. وان شاء الله الدكتور مرسي هيرجع، والنصر ان شاء الله يبقى لاهل الحق واهل الشرعيه ان شاء الله. ان شاء الله. الله غالب على امرنا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ان نصر الله قريب. نصر الله قريب. يعني ربنا سبحانه ان الله يدافع عن الذين امنوا، واحنا مؤمنين بقضيه الاسلام ورفع دين الاسلام ورفع الشرعيه ورفع الانقلاب الى الوراء. ها في امل؟ في امل باذن الله. امل في ربنا يا بنتي، لازم يكون في امل. احنا بنيأس، المسلمين ما بيأسوش. مكملين؟ ان شاء الله. صامدين ومكملين، وان شاء الله الشرعيه راجعه، لان ما فيش امل ان الانقلابيين يعملوا انتخابات نزيهه. الانتخابات اللي هتتعمل كلها مزوره، واحنا عارفين زي ايام مبارك النتيجه 99%، واحنا مش